واخيرا الفيديو المنتظر بتاع الفيزياء جالي 5000 كومنت. فيزياء فيزياء فيزياء، عقدتوني في الفيزياء. ورقتك وقلمك وهنعمل جدول مع بعض. خلص لك الفيزياء في 8 ايام، بغض النظر عن الجزئيتين اللي نايمين ورايا دول، بس عشان بصور في السكن. وبفكرك تاني في اخر الفيديو، انت مش لازم تلتزم بالجدول بالظبط، كل واحد على حسب مقدرته، كل واحد على حسب ظروفه وهو فين من المنهج. انت بتشوف انت فين من المنهج وبتزود برضه، كل واحد على حسب استيعابه. عايز تزود المده تمام، ساعه ونص مش مكفينك تمام. بتشكل الجدول على حسب انت فين من المنهج. دي الفكره. بدايه كده انت عندك اول حاجه وحدتين. الوحده اربع ابواب، نمشي نقسمهم واحده واحده مع بعض ونخلصهم باذن الله على 8 ايام. باذن الله اليوم الاولاني هناخد هناخد التيار الكهربي والقانون اوم والقوانين بتاعت كيرشوف. هما 4 دروس، هقسم الاربع دروس، هدي مثلا لكل درس ساعه ونص. مش هبقى بلم متراكم عليا، ولا محاضره 3 4 ساعات ومحاضره ساعه ونص ساعتين وراها اسمع ال 3 4 ساعات. حتى لو كان الشرح احسن، اسمع الوقت الاقل اللي انت في عرض اي دقيقه. يبقى تمام، عندنا 4 دروس بمعدل كل درس ساعة ونص، ما يزيدش عن ساعة ونص. يا عم ذاكر لي مثلا 70% وكمل لي 30% الباقيين حل. 4 دروس الدرس ساعة ونص، كده بمعدل 6 ساعات. تمام تمام. هيجي واحد يقول 6 ساعات ازاي وانا في باقي المواد واعمل ايه؟ اقول لك تعالى، اليوم عندك 24 ساعة، اقسمهم لك. اليوم عندك 24 ساعة، هتاخد لي 6 ساعات نوم. هتقول لي 6 ساعات نوم بس، هقول لك انت بتلم متراكم تمشي عليه لفترة معينة عبال ما تخلص المتراكم اللي عليك. يبقى هناخد من ال 24 6 ساعات نوم، هتفضل عندي 18، هناخد منهم 4 مثلا صلاة وأكل ولعب مثلا. اتفضل عندك 14 ساعة. هتقول لي الدروس، هقول لك ان الدروس كلها اونلاين، انت خلاص فاضل شهرين، فما ينفعش تنزل سنتر وتضيع وقت اكتر ما انت ما عندكش وقت اصلا. هتفضل معايا 14 ساعة، هقسمهم 7 و7. هناخد 7 فيزياء، هقول لك 7 ساعات فيزياء كتير مثلا. هقول لك انت بتلمها انت فترة معينة، هم الثمان ايام، بعدين هتدي كل مادة حقها، فانت تلمها وتخلص منها. لان الفيزياء محدش يستهون بيها، الفيزياء عليها درجات كتير. بعد ما قسمناهم 7 و7، انت عندك 7 ساعات اهم للمواد التانية ولحاجاتك التانية، وفاضل لك 7 ساعات للفيزياء بمعدل 6 ساعات مذاكرة وساعة حل. أحل إزاي بقى؟ بعد ما أخلص ساعة ونص لكل درس، مطلوب مني بعد ما أخلص أحل 10 أسئلة على كل درس بمعدل 40 سؤال. مطلوب مني تاني حاجة تجميع القوانين بتاعة الباب كله والزقها على الحيطة كده قدامي على المكتب. كل لما اجي اقعد لازم اقراهم، كل لما اجي اقعد لازم اقراهم. هقول لك قوانين الفيزياء ما تتحفظش غير كده. يبقى تمام كده، انت معاك كده اليوم الاولاني. نمسك اليوم التاني. اليوم التاني عندك التأثير المغناطيسي والتيار الكهربي وأجهزة القياس الكهربي. تمام، نفس الكلام بالظبط. بس قبل ما ابدا في الباب ده، تقرا القوانين اللي انا زيها على الحيطه بتاعت الباب الاولاني، واحل 5 اسئله. 5 اسئله على كل درس بمعدل 20 سؤال قبل ما ابدا في الباب التاني. تمام تمام. يبقى الباب التاني نفس الكلام، 4 دروس، الدرس ساعه ونص بمعدل معاك 6 ساعات، وهحل 10 اسئله على كل درس بمعدل 40 سؤال. تمام كده تمام. برضه اول ما تخلص هتجمع لي قوانين الباب التاني وتلزقهم جنب اخواته. برضه اول ما تخلص هتجمع لي قوانين الباب التاني وتلزقهم جنب اخواته. وأو... وقبل ما تخش على الباب التالت هتحل 5 اسئله على الباب التاني على كل درس. وقبل ما تخش على الباب التالت هتمسك الباب التاني على كل درس تحل لي 5 اسئله بمعدل 40 سؤال، وتراجع على القوانين بتاعتها زي ما عملنا مع الباب الاولاني. في عندي الباب الرابع دوائر التيار المتردد، عندي 3 دروس. تمام، هدي برضو الدرس ساعه ونص، كده بمعدل 4 ساعات ونص. تمام تمام، مفيش اي مشاكل. ونفس اللي عملته مع التانيين هعمله مع الباب التالت قبل ما ابدا في الرابع. هتقول لي ساعة ونص مش هتكفيني لكل درس، هقول لك خليها ساعتين، ساعتين ونص، ما تزيدش عن كده. برضو الكلام مش لكل الناس، كل واحد على حسب هو فين من المنهج. في ده مش مراكم زي دوت، فانت هتشوف لو انت يعني ماشي كويس في المنهج او ماشي كويس في المواد التانية او في بعض المواد، فانت ماشي هتدي الفيزياء حقها عشان تخلص. لازم تديها حقها عشان تخلص، عشان صدقني الفيزياء مصيبة. انت الساعة ونص اللي انا بقول لك عليهم دول قابلين للزيادة على حسب انت فين من المنهج، على حسب انت مراكم قد ايه. وكل واحد طبعا على حسب استوعابه وعلى حسب مقدرته. في حل تاني برضه، لو انت مراكم برضه كتير وبرضه مش عارف تعمل ايه، لان انت مراكم كتير وعايز تخلص من الفيزياء، فانت هتزود الثمان ايام. يعني برضه مش لازم 8 ايام يبقى 8 ايام، ممكن تبقوا 9، ممكن يبقوا 10. فانت هتزودهم برضه على حسب انت فين. يبقى انت هتعمل ايه؟ انت هتشكل الجدول على حسب انت ظروفك، على حسب ظروفك انت. انا بقول للطالب اللي هو يعني مش مراكم قوي، مش ساب الدنيا خالص، وبرضه مش ملم بالمنهج كله، فانت لو زادوا معاك ل 10 ايام ماشي، بس انت برضو ما جيتش على المواد التانيه فمفيش اي مشاكل. الباب الخامس عندي درسين، عارف ان هم درسين كبار، هديله 5 ساعات عشان برضو ياخد حقه. 5 ساعات وساعه حل. تمام مفيش اي مشاكل. تمام. ست بقى العاطفه الذريه، هدي العاطفه الذريه مثلا 3 ساعات. 3 ساعات غير الساعه الحل، ولازم الحل ما تستهونش بالحل. الليزر برضو لذيذ، نفس الكلام، فهياخد برضو 3 ساعات وساعه حل بمعدل 4 ساعات. كده بمعدل 4 ساعات للعاطفه الذريه وللليزر برضو.
طبعا انا قبل ما بخش في الباب اللي بعده باخد الباب اللي قبله برضه احل عليه 10 اسئله، احل عليه زي ما انا، المهم ان انا احل عليه وراجع على القوانين بتاعته. انت ما انت ومقدرتك انت بقى ودماغك بس انت كل ما تحل اكتر كل ما هتنجز اكتر. فابقى خلصت الخامس وداخل على السادس هحل على الخامس 20 سؤال 30 سؤال، خلصت السادس واخش ودخلت على السابع هحل على السادس 20 سؤال كده. ان انت في الفتره دي مهم جدا الحل. والله العظيم الفيزياء الحديثه اسهل مليون مره. تمام، فانت عندك درسين، هندي كل درس منهم ساعتين بمعدل 4 ساعات وساعه حل، يبقى عندك كده 5 ساعات. طبعا انت قبل ما تطلع من اي باب لازم تكون ملخص القانون بتاعته وعارف الافكار بتاعت الاسئله بتاعته عشان انت حليت عليه. فانت بقى بعد ما خلصت الكهرباء والحديث هتشتغل بقى عليهم ريفيجن على طول على طول وحل، اهم حاجه تحل. هتشوف بقى انت على حسب ظروفك برضو، انت مراكم مثلا في المواد التانية كتير مش مراكم كتير، بس انت لازم تزود عدد ساعات نومك عشان بيأثر على التركيز. فانت مثلا هتخليهم 7 او 8، 7 او 8، هتخليهم 7 او 8. خلصتها بقى خالص، اجيب كتاب الحل ايا كان نوع الكتاب اللي معاك وافضل احل. الفكره اللي انا مش فاهمها ارجع للقانون بتاعها واحاول احلها. طول ما انت مثلا السؤال اللي انت مثلا ما عرفتش تحله رجعت للقانون بتاعه حفظته وحليته عمرك ما هتنساه خالص. بس ما تجيش على المواد التانية، يعني ما يجيش واحد يقول لك لا انا هقعد مثلا 4 ايام ولا 5 ايام على الفيزياء بس، فانت كده ولا هتخلص الفيزياء وهتكون بوظت الدنيا خالص في المواد التانية. فانت وانت قاعد دلوقتي بالورقه والقلم بتوعك، تمام كده، ده الجدول اللي انا مشيت بيه وفكركم ان انا ما كنتش فاتح الفيزياء نهائي. اللي كان مخاف عني شويه إن انا كنت مظبط الدنيا في الشرع والعربي عندي، فالموضوع كان بالنسبه لي اسهل. وفي نهايه الفيديو اشترك في القناه واكتب لي اسم الماده اللي انت عايز نعمل لك عليها جدول الفيديو الجاي.